ومن فوائد الذكر العظيمة أن الاشتغال به يشغل العبد عن الخوض في قيل وقال مما لا نفع فيه، لأن اللسان خلق للكلام، فإذا شغل بذكر الله انشغل عن القيل والقال، وإذا يبس عن ذكر الله تبارك وتعالى اشتغل بكل باطل وضلال. فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر ينهى صاحبه عن الغيبة وعن النميمة وعن كل قول يفسد الديانة، ففيه حفظ للسان وصيانة للإنسان. بينما إذا غفل عن ذكر الله اشتغل بقيل وقال